بكمية بالشكل هذا على كامل الوجه، وبنشتغل نوقف ورا الزبون ورا الكرسي، وبنشتغل بالاصبعين او بالثلاث اصابع اذا ايدك صغار، اما ايديك كبار مثل ايدي اشتغل بثلاث اصابع بالشكل هذا، ثلاث اصابع اصبعين ما في مشكلة، بشكل دائري بالشكل هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائنا بهذا الفيديو رح نحكي عن تنظيف البشرة للمبتدئين، يعني تنظيف البشرة من غير جهاز بخار، من غير جهاز الشفط الدهون. رح نحكي عن الكريمات ووظيفة كل كريم فيه، يعني مبتدئين كثير بدخلوا للمهنة ما بيعرفوا كل كريم متى بيستخدموه لأي نوع من أنواع البشرة. كل هاي الأمور رح نحكي عنها بهذا الفيديو. إذا أول مرة بتشاهدنا وعجبك المحتوى اللي بنقدمه لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس لحتى يصلك إشعار بكل فيديو بننزله. ما بدنا نطول أكثر من هيك أصدقائي، وخلونا نبدأ. أصدقائي طبعا يعني كريمات تنظيف البشرة مثل ما بتعرفوا كثيرة يعني منتشرة، يعني في عندنا طينة البحر الميت، عندنا المقشرات، السنفرة بنكهات مختلفة، بالليمون، بالمشمش، عندنا المبيض، عندنا الماسكات، الفحم، ماسك الذهب، ماسك الليمون، يعني في انواع كثيره، ولكن في اساسيات بنستخدمها بالصالون اللي هو السنفره والمبيض. راح نشرح عنها شفهي وراح نعرف كل كريم شو وظيفته، بعدين راح نشرح العملي. خليكم معنا وتابعونا. اول شيء اصدقائي خلونا نحكي عن كريم السنفره، ونحكي شو وظيفه كريم السنفره ومتى بنستخدمه لاي نوع من انواع البشره بنستخدمه. في ناس كثير ما بتعرف هي المعلومات. كريم السنفرة هو عبارة عن مقشر لإزالة الجلد الميت أو الشوائب، يعني لما يكون الشخص آكل ضربة شمس بيكون طبقة ميتة على الوجه، كريم السنفرة هو بيقوم بإزالة هاي الطبقة الميتة. بعد ما نستخدم السنفرة، طبعا السنفرة بتفتح المسام وبتزيل الجلد الميت. بنستخدم كريم النعنع لحتى نسكر المسام ونبيض البشرة. خلونا هسه ننتقل للعملي ورح نشرح بالتفصيل طريقة تنظيف البشرة. طبعا أصدقائي إذا جاكم زبون مثل هيك وعنده ضربة شمس بدنا نعمل له تنظيف بشرة، طبعا لازم نحط تنظيف البشرة، نوزع بكمية بالشكل هذا على كامل الوجه، وبنشتغل نوقف ورا الزبون ورا الكرسي، وبنشتغل بالاصبعين او بالثلاث اصابع اذا ايدك صغار، اما ايديك كبار مثل ايدي اشتغل بثلاث اصابع بالشكل هذا، ثلاث اصابع اصبعين ما في مشكلة، بشكل دائري بالشكل هذا. طبعا ما نضغط كثير لحتى ما نجرح الوجه، لانه فيها مثل البزرة هاي، اذا شديت كثير على الوجه بصير الوجه احمر كثير. فتدليك عبارة عن مساج بالشكل هذا، وين ما بدك تبدأ عادي، بالوجه بالجبين ما في مشكلة. نرجع بنوزع كمية الكريم على كامل الوجه بالشكل هذا بشكل دائري. يعني تقريبا 3-4 دقائق. منطقة الأنف بالشكل هذا بالأصبع الإبهام بالشكل هذا بنعملها، تحت العينين. حاول قدر الإمكان يعني تشتغل لحتى ما تفقس عين الزبون، مشكلة بعدين يصير بدل ما بده سنفرة يصير بده زراعة عين بالشكل هذا، لحتى البشرة تمتص الكريم كامل وبينشف على الوجه. طبعا مثل ما حكينا أصدقائي يعني في أنواع مختلفة من السنفرة، في نكهات مختلفة، كله نفس النتيجة ونفس طريقة الشغل، هي عبارة عن نكهات يعني وشركات. يعني نلاحظ انه بلش ينشف الكريم، البشرة بلشت تمتص الكريم. بالشكل هذا الكريم كله امتصته البشرة. هسه بنجي للمرحلة الثانية اللي هي مرحلة كريم النعنع اللي حكينا عنه. طبعا كريم النعنع ما في داعي يعني ندلكه بشكل دائري، يعني ندهنه دهن، هذاك السنفر لانه فيه سنفرة لحتى نقشر الجلد، اما الكريم النعنع بس ندهن فيه الوجه بشكل كامل. حاول نبعد شوي عن منطقة العين لانه بحرق شوي.
ان شاء الله في الايام القادمة راح ننزل فيديو كامل عن تنظيف البشرة، شرح كامل بالجهاز البخار وجهاز شفط الدهون وجهاز الليزر اللي هو جهاز الشحنات الكهربائية لتكسير الدهون والفراشي والدريل. يعني راح نشرح كامل بالفيديو القادم ان شاء الله عن تنظيف البشرة بجهاز البخار وجهاز الليزر. طبعا ندهن كامل الوجه، ما نكثر، يعني تكون الكمية بالشكل هذا كامل الوجه، ونحاول قدر الامكان نبعد عن منطقة العينين مثل ما حكينا. بالشكل هذا اصدقائي نخليه على الوجه لحتى يبرد. يعني الوجه هسه الزبون راح يحس انه في حرقة في الوجه لانه احنا فتحنا المسام وقشرنا الوجه. هذا الكريم النعنع هو اللي راح يشد الوجه وراح يسكر المسامات ويفتح الوجه يعني مبيض. راح نستنى عليه تقريبا ربع ساعة ويخلي الزبون يغسله ونرجع نشوف النتيجة، وراح نحط كريم ثاني بعد ما يغسل اللي هو ترطيب للوجه، اللي هو هذا الجل الصبارة الأوليفيرا بعد ما يغسل الزبون الوجه. إذا مو موجود عادي ما في مشكلة. أنا ما حبيت إني أكثر أنواع الكريمات لحتى كمبتدئين، يعني لحتى ما ينعجق وكذا. فأي نوع يعني نوعين كريم اللي هو السنفرة والمبيض تقدر تحل المشكلة وتقدر إنك تعمل تنظيف بشرة للزبون. طبعا اصدقائي مثل ما حكينا انه اذا جاك الزبون شغله مكتبي يعني ما فيه ضربة شمس، بامكانك تستخدم له ماسكات، بامكانك تستخدم له طينة البحر الميت او اي انواع ثانية او السنفر عادي ما في مشكلة. ولكن اذا الزبون وجهه فيه ضربة شمس الافضل انه نركز على السنفرة. طب اذا جانا زبون بوجهه فيه حب شباب هل نستخدم السنفرة؟ طبعا لا. السنفر لانه عبارة عن مقشر يعني، ومع الحبيبات هذه راح تعمل تهيج بالبشرة وممكن انه تتحسس ويزيد حب الشباب. طب شو الافضل انه نستخدم فيه؟ سنفرة تجي جل ما فيها حبيبات، جل مثل النوع هذا او اي نوع الصبارة او اي نوع. فالجل سنفرة بالجل نعمل اذا كان الوجه فيه حب شباب، نتجنب نعمل تنظيف البشرة بالسنفرة اذا كان الوجه عليه حب شباب حتى ما يصير فيه تهيج. خلونا هسه نستنى شوي نغسل ونشوف الوجه كيف صار بعد تنظيف البشرة. طبعا اصدقائي هيك بعد الغسيل يعني بنلاحظ ان البشرة اختلفت عن قبل. ممكن على التصوير مع الاضاءة ما بتكون واضحة بس ولكن على الواقع واضحة كثير. حتى الوجه كان فيه مثل المزيت، يعني الوجه كله نظف بشكل كامل. الشوائب الغبرة الطين اللي بتكون على الوجه ناشفة كلها شلناها. هسه بدنا نحط كريم ترطيب للوجه. طبعا مو ضروري مثل ما حكينا، ولكن هذا اذا موجود يعني يفضل ان نحط بعد تنظيف البشرة لحتى ما يتحسس الوجه، يعطي ترطيب للوجه. كمية قليلة جدا يعني بس انه نرطب الوجه. طبعا هاي ما بنغسل يعني خلص بس بنحطها وخالص، ما بنغسل بعد ما نحط الكريم الترطيب. حتى ما يظل الوجه ناشف، يعني يعطيه شوية لمعة وشوية ترطيب، لأنه مع تنظيف البشرة مع إزالة الدهون البشرة بتنشف شوي. هيك أصدقائي نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى نكون قدمنا أهم المعلومات بخصوص تنظيف البشرة للمبتدئين. لا تنسوا تشاركونا بالتعليقات إذا عجبتكم الحلقة ولا لا، ولا تنسوا تعطونا لايك للفيديو لحتى نستمر معكم بنشر المزيد من الفيديوهات. نراكم إن شاء الله على خير في الأيام القادمة مع حلقات جديدة وفيديو جديد. سلام.